عسلامة عسلامة يا رب، إن شاء الله الناس الكل بخير، راس العام وقرب، ونعرفكم راكم حيرين في حاجات المقبلات للطاولة ولتزيين الطاولة وحاجات جديدة. اليوم جبت لكم الكبة اللبنانية المقلية بزوز طرق للتقديم وثلاثة طرق للتشكيل، تعمل 66 كيف. تبعوا الطريقة للآخر وما كومش باش تندموا، وماذا بيا اللي يجربها يكتب لي في الكومنتير ويقول لي رأيه. نبدأ بالمكونات. عندي كيلو برغل اصفر كما تشوفوا، ماذا بيكم اجود نوع باش متعبكمش من بعد في الرحيين. عليه رطل لحم مفروم ما غير شحم، نأكد ونعاود ما غير شحم. وعندي زوز بصليت هانك تشوفوا كيفاش مقصوصين، معاهم الكمون، فلفل احمر المرحي، الملح والمي. اني عندي هنيك يترمي من عرش. من بعد انتوما والبرغل كيفاش اول خطوه نعملوها، اكل البرغل هكايا نغموه بالمي بالباهي ونخليه يتنفخ لمده ساعه ساعتين 3 سوايع قد ما تحبوا. المهم يزموا اكل البرغل هكايا يتنفخ باش من بعد في الرحيان ميتعبنيش في التشكيل ميتعبنيش. هاك تشوفوا كيفاش خلطته وغميت عليه المي، ومش اخليه كيكه ساعة ولا ساعتين ولا 3 قد ما تحبوا، مش مشكل حتى لين المهم يتنفخ والكعبة متاعه تطرى. بعد ما تنفخ سي ما زللتوش بالمي وشرب المي متاعه، تويكي باش نحط عليه اكل البصل متاعنا كل شيء معناتها في الكبير المرة هذه. ونحط عليه ارطل الحم مفروم اللي هو ما غير شحم، ونحط عليه مغرفة كبيرة تاع ماكلة فلفل احمر مرحية. اني عملت الفلفل متاعنا التونسي، حبيت فيها شوية الحرورية. مغرفة كبيرة زادة كمون معبيها تشوفوا، ومغرفتين ملح كبار، والملح حسب الذوق. اذا كان مش تقلوا الكمية بيان سور تقلوا كمية لفاح. بعد ما حطينا المكونات الكل مش نخلطوا اكل برغل واكل حم واكل بصل والفاح الكل مع بعضه. وهانك تشوفوا كيفاش محضرة اني الربو متاعي باش نرحي اكل برغل. كي ما عندكمش الربو هكايا ماذا ترحيو ماكينة البشكوتو والقالب اجود نوع باش تطلع لكم جويدة او ما تعبكمش. تو كي نبداو نرحيو بشوية بشوية كيكا باش اكل البرغل واللحم والبصل والكل يتخلط مع بعضه. تشوفوا بدينا نرحيو كما قلت لكم. اذا كان ما عندكمش الربو هكايا تنجموا تبدلوه بماكينة البشكوتو في تونس، اما القالب يلزم اجود نوع ماهوش كل غليظ. واذا بيكم كي تجيو ترحيو تحطوا بشويه بشويه باش ما توحلش في الماكينه، خاطر اللحم مع البرغل من بعد يوحل يولي ياسر صعيب في الرحيين ويتعبكم برشا برشا برشا. اذا بيكم تحطوا بشويه بشويه باش ما تتعبوش الكيكه. تبداو ترحيو لين تكملوا الكميه الكل اللي عندكم. تنجموا تعملوا برطل، تنجموا تعملوا بنص رطل، انتم واش تحبوا. اني عملت كيلو خاطر نحبها وصغاري يحبوها. تو بعد ما كملت ورحيت الكمية اللي عندي كل حسيت اللي هو بزرت حرشة، ومن بعد نعرف كي مش شكلها ماهيش مش تجيني الكبة باهية او تجيني حرشة، لازمني نعود لها الرحيين. ماذا بيكم انتم زاده كي تلقاكم تلقاها عندكم حرشة يلزمكم تعاودوا الرحيين مرتين وثلاثة حتى لين تولي رطيبة عندكم. تو بعد نوريكم الفرق ما بين الاولى الرحية الاولى والرحية الثانية. شوفوا بديت نرحي بشوية بشوية، تحب لها شوية طول بال متعبة شوية هي. اما اللي يحب الليل ويسهر الليل كله مثماش حد شيء سهل ومثماش حد شيء متعب. وبه كنجربوا روسيتات اخرين جدد بخلاف الروسيتات التوانسة. هني نوري فيكم الفرق ما بين الرحية الاولى والرحية الثانية، وشوفوا الرطوبية كيفاش، وشوف حتى في المنظر كيفاش مختلفة والشكل كيفاش مختلفة، وحتى المكونات دخلت في بعضها اكثر.
يعني رحيتها مرتين اكهو، انتم تنجموا ترحيو حتى مرتين 3. المهم قد انتم والجهد متاعكم كما نقولوا. بعد ما كملت الرحيين تو مش نحطوها فوق البلون دو ترافاي ولا في صحفه كبيره، وتو نبداو نعجنوا فيها ونبداو نحطوا في المي بشويه بشويه ونعجلوا باش تطرى وما تلقاهاش يابسه، خاطر كاين مش تلقاها يابسه الكبه معناتها مش تجينا ماهيش باهيه مفترشه بعد في القليين وتنجم حتى تتحل وتتشقق. لازم كيكه كل مره نعركو ونصبوا بشويه بشويه بالمي باش يطرها المي. شفتوا كوش عليكم تعركوا في الخبز. اول حاجه المكونات تدخل في بعضها اكثر، ثاني حاجه تطرى هي ونقولوا احنا مش تخمر معناتها. يعني جربت لكم الفيديو، شوفوا كيفاش كل مره نسقاها بشويه مي هكاك حتى لين تطرى بالباهي بالباهي. تولي كي نحطوها في دينا معناتها عاديه كوش عليها لحمه، معناتها في دينا ماهيش كي نقولوا برغل ولا عجينه يابسه، لا كوش عليها لحمه. طولوا بالكم عركوها بالباهي بالباهي. نشوفوا تويكي كيف الطراوه متاعها، خليوها تويكي على جنب ونمشيو خلوها ترتاح زي ما ترتاح شويه. بعدين ما ارتاحت نمشيو نعملوا الحشوه متاعها. الحشوه سهله ملا، حطيت شويه زيت تقلي وعليهم 4 بصلات كاملين مفرومين، قد ما تزيد البصل قد ما تتبنن الحشوه، معناتها البصل ياسر يبنن. خليتك البصل يحمر ويذبل بالباهي بالباهي. حطيت عليه كيلو لحم بشحم نرمال عادي، لحم مفروم بشحم عادي جدا. المهم في العجينة يلزم اللحم المفرومة غير شحم، لكن في الحشوة بشحم نرمال، بالعكس شحم يبنى في الواحدة. ونبداو نحلو بالمغرفة متاعنا كيكة باش يجينا كل كعبة كعبتها، معناتها ما يجينيش كل مكعبر اللحم المفروم. توش نبداو نفوحوا. عندي شويه مش نحط مش شويه معناتها كميه باهيه من اللفاح نتاع الباربيكيو، اللي هو الباربيكيو مع تفاح المشاوي نتاع اللحم، ياسر يبنن اللحم بطريقه مش نورمال. اللي عايشين في بلجيكا تنجموا تشوفوه من ليدل. وعندي مش نحط اللحم الملح حسب الذوق، حطيت يمكن ما يعادل مغرفه وشويه كبيره. وعندي فلفل اكحل، تفاح متاع اللحم العادي معناتها تتبيلة عادية. وعندي شوية كركم زدا باش يعطيني كل لون الاصفر، وزدا كيما تعرفوا الكركم الدواء. توش نبداو نخلطوا فيهم ونخليوهم حتى لين اكل اللحم هذاكا يطيب في زيتو، ما نزيدوش لا ملح حتى شي، نخليه نقص على الغاز ونخليه يطيب في زيته ويطيب في كل شيء في الفحم نتاعو. وبعد نهبط عليه وكهو. هذايا الحشوه نتاعنا تشوفوا نخلط بالباهي باش لفاح، وبعد نغطيه ونخليه يطيب سله سله على نار هاديه. تو نجيو زاده نقولوا احنا يعني نقول لها مدمقات، اللي مش نحطوها المكسرات اللي مش نحطوها في وسط الحشوه كيكه باش تعطينا كتقرميشه وتعطينا اكل بنه. ونحطوا في طاجين صغير شويه زبده مغرفه بما يعادل مغرفه كبيره زبده انتي الكميه اللي عندك. نخليوها تذوب في الطاجين. وين اخترت الزوزه تنجموا تعملوا بندق الثومه، اني اخترت الزوزه عادي معناتها نورمال ماهيش مشكل. خليتها ذابت هاك تشوفوا الزبدة لازمها تذوب قبل ما تحطوها. وكاين مش نحط عليها الزوزة. هي اسهل طريقة، ما ثميش حتى شي. تنجموا تعوضوا الزيت في عوض الزبدة. اللي ما يحبش الزبدة ينجم يعوض يحط شوية زيت ويبدأ يقلي فيها الزوز هيك حتى لين تحمر وتعطينا اللون الاحمر شوية، ما غير ما تحرقوها وما غير ما تغفلوا عليها في الغاز، خاطر فيسا تتحرق وفيسا تكحال. ماذا بيكم تقعدوا تخلطوا حتى لين تاخذوا اللون الاحمر وكهو. تو بعد ما طابت المكونات نتاعي الكل كي الزوزه هيكيه مش نحطها الكل فوق الحشوه اللي هي متكونه من اللحم مفروم والبصل واللفاح، ونخلطهم في بعضهم باش يتخلطوا.
تو نجيو للتشكيل، فقرة التشكيل واللي هي آخر يمكن مرحلة ولا معناتها قبل الأخرانية. مش أوريكم 3 طرق لتشكيل الكبة يعني قعدت مدة باش تعلمتها. أول مرة بديت نعمل بها في الكيس، كي تشدوا الكيس اللي عندكم وتحطوا بابي سيليفان فيه ولا شكارة بلاستيك ولا حاجة، ونحطوا نبداو نغطسوا ايدينا بالماء. الماء ياسر مهم هني في الطريقة هذه. نبداو نغطسوا في ايدينا في الماء، يلزمنا ديما ايدينا مبلولة، ونحطوا شوية كعبورة مك الحشوة متاع البرغل واللحم مفروم، ونبداو نجبدو ونغطيو. نبداو معناتها نشكلوا فك الكبة على جناب. هانك تشوفوا نبداو نجبدو ونشكلوا فك الكبة على جناب. اذا كان شوية الكمية نزيدو، وديما الماء اني ما عنديش نشي، اما من المستحسن تعملوا مي ونشي وتخلطوهم وعادي، اني ما تفرطتليش الحق طاربي من بعد. اما اذا كان تحبوها ما تتفرطش تخلطوا مي ونشي، وديما تبلوا يديكم وصوابعكم بالمي هكايا وتبداو تشكلوا. هانك تشوفوا كيفاش ننزل على جناب بصوابعي. وماذا بيكم تعملوها رهيفة، قد ما تكون الكبة رهيفة قد ما تجيكم بنينة، خاطر كاين مش تجيكم معناتها متينة تلقاها سخونة بنينة، اما كي تبرد تولي الحق طربي حاشا نعمة الرحمن، وتولي كوش عليك تاكل في الخبز البيت معناتها ولا الخبز المبلول. اذا بيكم تعملوها رهيفة 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 باهية، مش كلها هيفة معناتها على الاخر، اما رهيفة باهية. يلزم الحشوة اكثر من العجينة نقولوا احنا. اوزو كيفاش نشكل فيها بصبعي وما غفلتش على المية. شوفوا كيفاش ما غفلتش على المي. علاش المي اللي يقولوا قايل علاش المي راهو يخليها ما تشققش وقت تجي مشتقلها، زادا يساعدك باش تشكلها بالباهي وزادا ما يخليهاش تتحل في وسط الزيت من بعد. دي أسهل طريقة للتشكيل الكبة للمبتدئين. اني وليت نعرفها خاطر عملتها قداش مرة من قبل، وليت نعرفها معناتها يقولوا بالممارسة تولي تعمل معناتها عادي تولي باهية في الحاجة هيك. علاش حبيت اوريكم 3 طرق وانتم اختاروا الطريقة اللي تحبوا عليها. بعد ما حليتها بالباهي تو مش نحطوا الحشوة. في الحشوة كي تجيو تحطوها ما تعبيوش الكبة معبية على الاخر، لا خليو شوية اسباس باش كنجيو نلموها ما تطلعش الحشوة على برا ونجيو نقليوها تكحال وتولي منظرها سفافة. خليو اسباس كيكا باش تلقى لفظة. تو كي هاني هزيتها وبديت ندور باش الكبة متاعي تدور وما تتحليش. طريقة سهلة وريتكم الطريقة ما غير ما جربت الفيديو كيكا باش تعرفوا انتوما بالباهي وما توحلوش. توي كي بعد ما دورتها وحسيتها سيئة تكعبرت، تو نبلو يدينا بالمي مرة اخرى. شوفوا لاحظوا المي قديش مهم في الكبة. توي كي باش نبدا نشكل فيها ونعطيها الراس الفوقاني، عرفت نعطيها الكعبوره السمحه كي اوزو كيفاش ما بين الدوره ما بين صبعي الكبير وصبعي الاخر. شفت كيفاش نشكل فيها باش تعطيني كيما نقولوا احنا ما نعرفش اسمها. المهم تشوفوا كل شيء على عينيكم. الكيكه تتشكل. شفتوا كيفاش نعمل بالمية. اذا كان حاجه شفتوها حاجه معناتها مشقه تعمل تتبل بصبعك بالمي وتعمل عليها طول فيسا تتعمل. اذا كان شفت واحده محلوله زيادة تقدها ما تخافش من حد شيء. المي هو معناتها اللي اوزر كيفاش نرطف فيها اني ما بيش ما تلقاش عندها شقوق، وباش كي نقلاها ما تطلعليش معناتها مفرطه ولا مفترشه ولا مشقه ولا حاجه هكيكا. لازمكم انتم تطولوا بالكم وتعملوها بالبي باش تجيكم حاجه مزيانه. سيت كعبرت وتشكلت. هذه الطريقة الأولى. هاك تشوفوا بزيت النظافة وبالزلت نعمل لها في الرتوش متاعها ونحطوها على جنب. وبالبيك وكتحطوا على جنب تغطيو بحاجة مبلولة باش ما تشيحناش الكبة متاعنا. تو نجيو للطريقة الثانية اللي هي الطريقة متاع اللبنانيين متاع السوريين، الطريقة الاعتيادية. نبلو طرف ايدينا بشوية مي ونشكلوا نبداو نخدموا اكل عجينة في ايدينا، ومن بعد نبلو صباعنا هكايا وندخلوه نبداو ننزلوا بصوابعنا في اليد الاخرى باش تتشكل، وصباعنا هكا جوست نمشيو فيه وكهو. هانا باش تكبار الكبه وكهو، اما الخدمه الكل على صوابع في اليد الاخرى.
باش تتشكل وباش ما تتكسرش وباش معناتها تعطينا الكبر اللي نحبوا عليه والغلظ اللي نحبوا عليه. هاك تشوفوا سهلة سهلة سهلة. ماذا بيكم تجربوا جربوا قداش من كعبة قداش مرة أو تولي سهلة في ديكم. بزلت غليظة شفتوا بزلت متينة كيكية ما نحبهاش متينة يلزمها شوية رهيفة معناتها باش بالكيدي باش من بعد في المطعم تجيني سمحة. شوفوا ديما المي ديما 7%، ديما باش خاطر كي ما تحطش المي راك ما تنجمش تدور صبعك على خاطر مش يلصق في العجينة وماهوش مش يتعبك وحتى العجينة من داخل مش تلقاها سبب. تو سي بعد ما خذيت الخشن اللي نحبوا عليها تشوفوا مش نحطوا شويه من الحشوه كيما قلت لكم من الاول. الحشوه ديما معناتها ماهيش معبيه. تو كيش نبدا شكل اوزو كيف حطيت المي شفتوا ولاحظوا كيفاش مش نبدا شكل مثلا من كي باش تعطينا شكل الكبه اللي نحبوا عليها. وديما ايدينا مبلوله بالمي وانتم كيما قلت لكم تنجموا تعملوا مي ونشي. اني ما عنديش نشي معناتها عملت مي وكهو اما خدمت عليها بالباهي معناتها عرقتها. كي نجي نحط العجينه في يدي نخدمها بالباهي كيكه ما جاتنيش لا مكسره لا مفترشه لا تحلت لي في الزيت لا حتى شيء. اي نعم في الرتوش هذا كيفاش باش تطلع رطيبه باش تطلعش مفترشه باش ما تطلعش فيها شقوق وكهو. هذه الطريقه الثانيه كملناها. تو نمشيو للطريقه الثالثه واللي هي نقولوا احنا برستيج معناتها طريقه البرستيج. تحبوا عندكم حفله عندكم هي حاجه تحب تزين بها الطاوله شو نعملوا عندك القالب هكا فيه وحدات صغيرين مش حاجه كبيره نحطوا فيه البابي سلوفان ونبداو نشكلوا بشويه كوش علينا باش نعملوا كما نقولوا صحفه ولا حاجه سهله مهله مش حاجه كبيره حتى طرف سهله على الاخر. تو نشبلوا صباعنا وبعد ما حطينا كل كعبوره في وسط القالب نبداو نجبدو على جناب حتى لين تتشكل على شكل القالب. العجينه نتاعنا ما ظهرتش هني ديزولي بالباهي نخصبها تصور هي طلعت ماشي تصور اما اتو بعد نوريكم كيفاش الشكل نتاعها النهائي. راك تشوفوا وما نعملوهاش كلمتينا زاده برشا. واني في المطعم نقول لكم على حاجه من بيناتنا والله في المطعم في التشكيله هذه ابن اول حاجه وثاني حاجه كل حد ياكل نقولوا احنا وحيده ويزيد كان يحب يزيد اوزك فاني مشكله تعمل 66 كيف كوش عليها صحفه ولا حاجه محلاها عجبتني نتاع برستيج على الاخر. هذه كما قلت لكم الطريقه هذه اني عجبتني خير من الكبه العاديه على خاطر اللي ياكل حاجه كان شبعها هنا كان ما شبعش يزيد كعبات اخرين وحتى في طريقه التقديم ازين. تو نجيو للطريقه القليين. طريقه القليين مهمه على الاخر لازم في كسرونه كيما كيكه برشا زيت لازم الزيت يغم الكبه ونخليه يسخن ماهوش كسخون برشا باش ما يتحرقش جست متوسط ومن بعد نحطوا الكعبات نتاعي. بعد اني اول حاجه حطيتهم هكوما نتاع البرستيج بالعاني على خاطر باش يغمهم الزيت وباش ما يتكسوش ونرتاح عليهم معناتها باش يعطوني كل لون اللون المزيان. تو باش نقعد كل مره نتفقد حتى لين هذه بزيلت حمراء بزيلت حمراء معناتها بزيلت ما عطاتنيش كل لون ما كي نخرجوها ما نخرجوهاش حمراء نخرجوها مارون شويه هكاك هي هاك لون الكبه الاصلي ماهوش معناتها نقولوا لون دوري. هي تاخذ في القليل ما بين 10 دقائق 12 دقيقه كهو مش حاجه كبيره كي تعطينا اللون المارون شويه كهو نخرجوها كيما اللون هذا بالضبط وزروها شفتوها مش نحرقوها مش نخليوها بيضه زياده. تو بقى سيب بديت نخرج في كعباتي وكي نحطوهم كيكه على بابي باش يتمص الزيت نتاعهم الكل كي باش يقعدوا ليش مبلولين.
توي كي بعد ما كملت كعبات البرستيج نمشيو للكبة العادية اللي هي المشكلة العادية، ونبداو نقليو فيهم نفس التشكيلة، زاد نقليوها ما بين 10-12 دقيقة على في زيت غزير كيما كيكا في كسرونة، ونخليوهم نقعدوا معناتها نقلبوا فيهم حتى لين يعطينا اكل لون اكل مارون شوية. او شوفوا شو اوريكم كيفاش. أوزر ما شاء الله على اللون متاعها. شفت كان لقيت واحدة بزالت معناتها ما طابتش من الجهة الأخرى تقلبها وتطلع الأخرين، المهم يعطينا أكل لون هكا يسمع حزم محلاه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بالحق فخورة بنفسي اللي هيني عملت أكلة ماهيش أكلتنا ونجحت فيها الحمد لله يا ربي، ومتأكدة أن انتم باش تنجحوا فيها زادا. تو كي جينا لكعبات البرستيج هاكوما مش نعمروهم بشويه من الحشوه يلزمها سخونه زادا باش ما تلقاهيش بارده باش في الماكله. ماذا بيكم تعملوها تحطوها الحشوه في الفريجير، وقت تجيو مش تعمروا تحطوها تسخنوها في الميكرووند وتعمروها وكها. وهذا هي الشكل النهائي للكبه متاعي. وان شاء الله يا ربي تعجبكم الروسيت، وما تنسونيش بالدعم وباللايك وبالابوني وبالكومنتير المزيانه متاعكم، وما تنسونيش بالحق الدعم يهمني برشا 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 برشا. وما تنسوش حنان الندوسي 190 في الانستغرام.